طيب يا جدعان، انا عارف الفيديو ده هيزعل تجار كتير وهيزعل ناس كتير. حلو الكلام كلام، بس كده ليه؟ في شويه حاجات كده هقولها لكم، وايه يعني عشان ايه؟ الساكت عن الحج شيطان اخرس. تمام. وفي نفس الوقت من غش فليس منا. فتعالوا اوريكم التجار وبتوع المقالي بيعملوا ايه. وعارف في ناس كتير يزعل مني، في يعني هو سر. وفي نفس الوقت انا عرفته ازاي؟ اشتغلت في مالي كتير جدا، وعرفت الوحش وعرفت الحلو، وعرفت ده بيعمل ايه ده بيغش ازاي وده بيعمل ايه والكلام ده كله. حلو الكلام. نيجي بقى للمهم. مبدئيا اللب الصبر، بتروح كده مكان تلاقي العرض من فوق اللبايه كبيره، وايه تحس ان ايه خلاص يعني هو اللب ده كله كده. وفي نفس الوقت بيعمل لك طرحه، هو طرحه يعني علاجه صغيره، يعمل لك لب صغير رفيع خالص كده ويحطه لك من تحت، ومن فوق يعمل لك عرض كبير اللي هو يعني حبايه كبيره. تمام. ويبيع لك بقى ايه ده ويخلط ده من ده، يعني ده اسمه غش. مبدئيا كده اسمه غش. حلو. فدي حاجه ونخلي بالنا منها. تمام. والا من رحم رب يعني، سكه ودغري كده. يعني انا الحمد لله حبايه واحده فوق وتحت. تمام. دي معلومه يعني بحذركم منها. في ايه تاني بقى؟ يلا بينا. اللب الابيض في انواع منه كتير، في منه بلدي رفيع، وفي منه بلدي كبير، في وسط. حلو. اللي عندي دي بلدي وسط. تمام. في حبايه كده بتلاقوها منفوخه كده، دي اوكراني. الاوكراني دي بتبقى ايه؟ رخيصه. فعلشان كده في لب غالي وفي لب رخيص. وفي نفس الوقت في لبايه صيني اللي هي ابيض من الابيض، هتلاقيها طويله كده وكبيره. اللي يقول لك ده بلدي ومش بلدي، البلدي بتلاقيها حبايه رفيع اهي زي كده، وبوزها رفيع وتخينه. ده البلدي. تمام. نيجي ايه تاني؟ يلا بينا. السوداني في حبايه منه رفيعه خالص كده ب 150 جنيه بيبيعوها. احنا الحبايه دي كبيره قوي. ايه الفرق؟ دي درجه اولى امريكاني، كلنا عارفينه، حاجه بسم الله ما شاء الله. لكن في ناس تانية تدخل ده في ده ويقول لك امريكاني. فاهمين؟ يعني بيعمل طرحه واحدها رفيع وطرحه واحدها كبير ويخلط اتنين في بعض ويضربه على 200 جنيه. ف الا من رحم ربي برضه. كلنا عارفين الفستق والكاجو واللوز والعين جمل. في اماكن كتيره بتبقى رخيصه. ايه السبب؟ هقول لكم السبب. ان في احجام في الكاجو وفي الفستق برضه درجات، واللوز والعين الجمل. وفي نفس الوقت في مجالي بتجيب كميات. اللي هي ازاي؟ يعني بتجيب صفايح مثلا 40 صفيحه من كذا كذا، فبياخدها بسعر رخيص. فعشان كده بيحرق فيها وبيبيع بسعر رخيص، بيكسب في الكيلو 200 ولا 250 جنيه بس. فاهمين؟ بس عشان كده في اماكن رخيصه وفي اماكن غاليه. لكن اللي زينا احنا مثلا اللي ماشيين على قدهم في الكاجو واللوز والعين جمل والفستق، بيجيب صفيحه من كل حاجه. فالدنيا لازم يمشيها غاليه شويتين، بس مش علشان الحاجه وحشه. بس الفيديو ده هيزعل ناس كتير. مش مشكله، انا ما اتعودتش اسكت على حاجه. انا حبيت اوضح لكم ان في ناس بتعمل ده كله لب كبير ومن تحت لب صغير، وفي ناس بتخلط من ده. والسوري كمان في ناس بتخلط منه، يعني السوري في انواع منه كتير، في ناس بتخلط منه كتير يعني الا من رحم ربي يعني. بس ناكلوها بالحلال والعرق يا صاحبي.